25 سنة من تشجيع نادي الزمالك، 25 سنة من حرقة الدم، 25 سنة من نفس السيناريوهات ما بتتغيرش. مع احترامي بقى للجميع، تشجيع نادي الزمالك وابو خطين عمر ما بقاش يلزمني. نشوف النادي بقى ايه، نشجعه بقى، يعني بلاش حرق الدم، ان شاء الله حتى نشجع بيراميدز. انا تعبت يا عم، خلاص بقى مفيش منه الكلام ده، مفيش. احنا نشجع نادي كده ايه، يحترم جمهوره ويقدر جمهوره. يا عم انت صدقت يا عم، يا عم ده نادي الزمالك ده الحتة الشمال، اقسم بالله. مبروك للنادي الاهلي، اقسم بالله اداء مشرف ويستحقوا الفوز. والنهارده عملوا ماتش 10 على 10 10 على 10. ونادي الزمالك النهارده ما كانش بيلاعب الاهلي لوحده، نادي الزمالك النهارده كان بيلاعب اتنين، يانيك فيريرا والنادي الاهلي. النادي الزمالك النهارده المدرب بتاعه كان بيدرب النادي الاهلي، ما كانش بيدرب نادي الزمالك. اخويا الغالي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واعمل لي شير وفولو ولايك وظبطني بقى، عشان العمليه مش مستحمله، النفسيه تعبانه اقسم بالله، مش هتخسر حاجه. يلا بينا يا عم الحاج. النهارده النادي الاهلي شابوه لعماد النحاس، الراجل النهارده عمل جيم ممتاز، قرا مفاتيح لعب نادي الزمالك، قفل عليها كويس جدا. الراجل النهارده استخدم الاولد سكول، المدرسه القديمه. الراجل بقى في فكر القديم، قال لك مين اخطر لاعب في نادي الزمالك، مين اللي ممكن يعمل لنا قلق ودوشه، مين؟ خوان بيزيرا البرازيلي. طب نعمل ايه؟ احنا هنعمل حاجه حلوه قوي، هنميل اللعب كله عنده. هروح ببن شرقي على الجبهه الشمال مع تكمله كوكا، مع وجود تريزيجيه، مع تكمله محمد علي بن رمضان. يبقى 4 رايحين على عمر جابر وعلى الواد البرازيلي، وهو اصلا ما بيعرفش يدافع قوي. فهعمل ضغط على الجبهه دي، منها هتبقى قويه هجوميا وخطيره جدا، ومنها ان هو الواد مش هيزيد. الواد طول الماتش ملوش غير كره واحده، الكره اللي عملها في اول 5 دقائق اللي رقص فيها 3-4 وعملها انفراد لعدي الدباغي، الانفراد اللي هو ضيع. غير كده الواد ما جاش. طب مدرب الزمالك بقى يفكر يشغل دي، قاعد نايم اقسم بالله بارد، ما تحسش ان هو عنده دم خالص. الراجل ما بيفكرش. المفروض تعمل انت ايه بقى؟ شغل دي، هات ادم الكايل مكان ناصر ماهر نمره 10، وهات ناصر ماهر ناحيه اليمين منه اقوى دفاعيا شويه، ويعني هيقدر يسد شويه في الحته دي مع عمر جابر. وودي الواد البرازيلي هناك عشان تكركب وتبوظ افكار عماد النحاس اللي هو عاملها. انما لا، ازاي؟ خلينا ماشيين على نفس النمط، هوب يتصاب عدي الدباغ. الراجل المفروض طبيعي وبديهي ينزل مهاجم على نفس الفكر، نفس الطريقه، نفس القوه، نفس السرعه. الراجل بيعرف يتحرك، الراجل بيعرف يلعب الكور العرضيه. لا، ما هو ينزل ناصر منسي. يا عم انت ما بتلعبوش خالص، ودايما بتنزل عمرو ناصر او احمد شريف. اشمعنى قدام النادي الاهلي تقوم لاعبنا ناصر منسي؟ مع احترام ناصر منسي، هو اخره يلعب اخر 10 دقائق ربع ساعه، يمكن تجي له كره يحطها جون، هو مرزق والكلام ده. انما تلعبه من البدايه طبعا ده مستحيل. دي اول حاجه هدت نادي الزمالك. نادي الزمالك بعد الجون الاول ما عملش هجمه غير الكره اللي في الشوط الثاني بتاعت بنتايج اللي شالها بن شرقي من قدام ناصر ماهر، والكره بتاعت عمرو ناصر اللي جت في القائم ولا في العارضه. ما تفهمش برضك نادي الزمالك ده نحس، نادي الزمالك ده مبدئ المال يتامى.